أزمة في معسكر الزمالك بسبب زيزو. تعال أقول لك التفاصيل. عريس أهلاوي يدعى زياد كان عامل فرحه في الفندق اللي بيقيم فيه لاعبي نادي الزمالك. أصحاب العريس حبت توجب مع صاحبها وفضلوا يهتفوا زيزو 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 في الوقت اللي كان راجع فيه لاعبي نادي الزمالك من الماتش الودي أمام المحلة. عبد الله السعيد سمع الهتاف، رفض إنه يدخل الفندق وراح لجون ادواردو عشان يروحوا لإدارة الفندق ويقدموا شكوى واحتجاج بسبب اللي بيحصل. وقالوا اللي بيحصل ده كله هو تذكرة باللي حصل قبل كده بانتقال زيزو للنادي الأهلي، وده ما ينفعش يحصل في مكان محترم. إدارة الفندق جابت جون ادواردو وراحت على طول الفرح وتوجهت لأسرة العريس واتكلموا معاهم بشأن الهتاف واللي حصل. رد أصحاب العريس وقالوا كل اللي حصل سوء فهم، وإن العريس اسمه زياد ودلعه زيزو وإحنا بندلعه كده على طول وبنناديله كده. وجون ادواردو تفهم الموضوع، وبعد كده الأوضاع هديت تماما ورجعت الأمور لطبيعتها. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وفولو وتكتب كومنت رايق تدعمني فيه. سلام.